لكن اللي انا اشوفه من ناحيه حجر، ان انت مرات ممكن تكون الخامه او القصه او المسباح ذاته رائج في السوق حاليا، مهم. لكن لان انت مو عاجبك المسباح ما تبيعه. اي فيعني هل هذا يعتبر انك دخلت الهوايه او الذوق في التجاره؟ اي يعني احس تشوه بصري يعني. زين. فما حتى لو كان رائج ما يعني يفتح عليك ابواب يعني. اي لان في غيره وايد يعني ما بتوقف عليه. امم. يعني مثلا من الاشياء المسابيح اللي فيها شعارات الانديه اللي فيها اي الاسم. اي الناس يبون نطبع الاسم على هذه. انا اشوف هاي شيء وايد هيلقي يعني. اي. نفس قبل تذكر يمكن نروح مكه يطبعون لك الاسم على هني. القلم الخشب بعد، اي القلم تتذكر. الخشب اي يحرقونه. احس نفس الفكره ترى. البوك هاي اللي عليه الاسم ايش كبره وكذا. اي اي. مع احترامي حق كل الناس اللي عندهم هاي البوك. بس والله للحين عندي. انا كان عندي يعني كان هذه قمه الكشخه. بس لا الحين لا كلش غلط ان فهاي مثلا من ضمن الاشياء. ترى احنا عندنا الجهاز، جبنا الجهاز مال الليزر اللي يطبع. مم. وقاعد يعني ها نسوي ما نسوي صعبه انت يعني. الحين يبتع ايش بتسوي فيه؟ والله قاعدين نسوي فيه اشياء ثانيه. مثل. يعني نطبع الاهداءات اذا احد يبي يسوي اهداء على البوكس او شيء هاللون نسويه. جميل. لكن انت تحط في المصباح اسمك، يعني كأنك حاط على الجوتي عرفت كاتب اسمك. ما اعرف ما استساغت الفكره. وشعارات الانديه والدول. مم. يعني افهم مثلا تخلي مصباح ابيض وفي لمسه حمراء كذا، مع الحفاظ على هويه المصباح كمصباح على وفي لمسه باللون اللي انت مثلا حابه، او بلون علم البحرين او بلون كذا، في كونسبت يعني. مم. اما تحط علم البحرين او شعار البحرين هاي كبرى وذهبي من وراء. يعني فيها اللون اشياء هذه صعبه والله، صعب تدخلها في خطك يعني.